السلام عليكم ورحمة الله. أنا يوسف، ودي هتكون سلسلة جديدة على اليوتيوب هجاوب فيها على كل أسئلتكم اللي موجودة على اليوتيوب أو الانستجرام أو في أي حتة تانية، عشان أحاول أديكوا فاليو على قد ما أقدر في الفيديوهات ديت. وأي حد عنده سؤال أو بيواجه أي مشكلة ممكن يكتبها لي في الكومنتس بتاعت اليوتيوب أو الانستجرام لو أنا حاطط أسكس، عشان هرد عليها تقريبا شبه يوميا. النهارده هرد على كومنتس كتيرة على اليوتيوب، وفي كومنتس تانية جات لي على الانستجرام هحاول اجاوب عليهم كلهم. فهنبدا بالحبه دول الاول، لسه في حبه تانية تحتهم. بيمو فريل بيقول لي حاجه ملهاش علاقه قوي، بس بتحل مشكله الجوجل كلاود ازاي عشان الاي بي اي مش عارف هدفع. طب هو غالبا بيتكلم عن جوجل كونسول كلاود، او لو هو قصده على جوجل كلاود ذات نفسه. فالدفع عامه في الحاجات ديت بيكون بالكريدت كارد او بفيزا دولاريه، وغالبا انت بتستخدم ديبت كارد، والديبت كارد مش هتشتغل. فعشان تدفع اي حاجه من بره عامه فلازم تستخدم كريدت كارد. بعد كده بتعمل سيت اب للاي بي اي. كل بلاتفورم بيبقى ليها الدوكيومنتيشن بتاع الاي اي بتاع الاي بي اي بتاعها، يعني شرح استضافه الفي بي اس والطريقه. تمام ماشي، انا عندي في بي اس. الفيديو هحاول يكون في فيديو تاني هشرح فيه ازاي تسيت اب انت ان واي حاجه تانية ليها علاقه بالفي بي اس على اي في بي اس عامه زي اوبنتو مثلا. ابعد الكاميرا شويه. دوت محمد حسن صاحبي شاف ان انا حاطط وشي قدام الكاميرا وانا بتكلم، مع اني كنت بعيد شويه، بس هحاول اعمل كده. الفيديو ما شاء الله جامد. انا بجد بحب الكومنتس ديت جدا، بجد شكرا على اي حد بيشوف الحاجات ديت مفيده. يعني عندي مشكله، انا لو عميل كلمني ما اعرفش ازاي اربط رقم الواتساب واخلي الرقم ده هو الشات بوت بدل مش عارف ايه. عشان تربط رقم الواتساب ففي بروسيس كده طوله بتحصل. هو لازم الشخص ده بيكون عنده ورق شركه وبيطلع رقم شركه مش رقم بيرسونال عادي. في مصر هنا ممكن يطلعوا من اتصالات او فودافون او اي شركه تانية، بيقول له انا عايز اروح اطلع رقم شركه، فبيطلعوا له رقم شركه تاخده. بعد كده انت بتروح على ميتا ديفلوبرز. ميتا ديفلوبرز بتحط الرقم بتاعك وبتتاكد ان هو شغال، بيبعتوا لك فيريفيكيشن. بعد كده بتعمل حاجه اسمها اللي هو تاخد خطوات الفيريفيكيشن بتاعتك. هتحط مثلا في ميتا ممكن بيحتاج منك الباسبور، احيانا هياخدوا منك ورق شركه، ورق ضريبي والكلام دوت، السجل التجاري والبطاقه الضريبيه والكلام دوت، والحاجات اللي شبه كده هتاخدها وتحط تمشي في البروسيس بتاعه الفيريفيكيشن لحد ما ياخد ابروفل. غالبا الابروفل دوت بيقعد 5 ايام كحد اقصى يعني. بعد كده الرقم هيكون جاهز في ميتا ديفلوبرز تقدر تستخدمه. سالتك سؤال خارج موضوع الفيديو بالخاص، لا هنت رد عليه. طيب انا الدي ام عندي بحر دي ام كتير جدا ومسجز كتير جدا. لو حد عنده سؤال ممكن يكتب لي في الكومنتس او زي ما قلت لكم هنا في الاسكس وانا هحاول ارد عليه عالمي. بس كنت اكتر مشاكل اللي هي بتواجهني في ربط اي بي ايز لما بكون مستضيفه على هوستنجر مثلا. طب هوستنجر او اي هوستنج بروفايدر تاني زي ريلوي مثلا، ده مجرد هوستنج. انت عامل هوست انت ان او ايا كان التول بتاعتك جواه، ملوش علاقه بالاي بي اي. الاي بي اي ده نفترض ان انت اخدته من 11 لابس مثلا، انت بتستخدم الاي بي اي بتاع 11 لابس. ف 11 لابس فيها دوكيومنتيشن بتعرفك ازاي تستخدم الاي بي اي ده بتاعها في الابلكيشن بتاعك، whether it was init in او اي حاجه تانية كودنج مثلا. فانت بتاخد الاي بي اي وبتعمل HTTP request في init in عادي، وبتحط الكريدنشالز بتاعتك، وهتلاقي بقى في هيدرز وبادي وحاجات زي كده جوه الدوكيومنتيشن بتتبعها. ممكن ترد على الخاص. اسف مش عارف ارد على الخاص. لو في حاجه مهمه جدا جدا على الخاص انا لاحظتها برد، لكن لو حد عنده سؤال او حد عنده مشكله وانا عايز احلها ممكن يكتبها في الاسكس زي ما قلت. زياد هيقول لي الاي اي اوتوميشن كسيرفيس مطلوبه ولا ايه الاخبار، عشان ناس كتير بتقول ده كدب وسكام ومش شغال. الحقيقه انا مش عارف مين الناس اللي بتقول ان هو سكام، بس هو شغال جدا، شغال كويس جدا. مش عارف بصراحه يعني، وخصوصا ان هو جديد ولسه طالع فما فيش ناس كتير او عارفاه. وديت بالنسبه لي احسن طريقه تبدا بيها اونلاين بيزنس، الاي اي اوتوميشن. كان ساعتها مثلا الاس ام ام اي اللي هي شركات الماركتنج او سوشيال ميديا ماركتنج ايجنسيز. هنا في العصر ده بقى ظهر حاجه اسمها اي او اي اي اوتوميشن ايجنسي، وده اللي انا شايفه بصراحه احسن وقت تعمل بيه اونلاين بزنس. فممكن اخلي الاي اي يكتب السيستم مسج. طبعا الاي اي احسن حاجه، احسن حد يكتب السيستم مسج، بس لازم تكتبها انت الاول مبدئيا، تبقى عارف على الاقل الابروتش اللي انت هتكتب بيه السيستم مسج بتاعتك. بعد كده تديها للاي اي عشان يعمل لها انهانسمنت، بس يخليها احسن. اعطيني مصدر او كيف شغلت 11 لابس باللهجه المصريه. يعني جزائري جربت كثير من مواقع ما قدرتش اشغلها. اعطيني حل. اكيد فهمت السؤال، اتمنى ان اكون فهمت السؤال يعني. بس هو 11 لابس تاخد الاي بي اي بتاعه تشغله على نت ان، او تشغل تخليه يتكلم باللهجه المصريه عادي جدا من جوه 11 لابس ذات نفسه. هتروح في سيكشن اسمه تكست تو سبيتش، ودوت هنا هتحط التكست بتاعك وتخلي فويس هو اللي يقوله، وتختار فويسز. من ضمن الفويسز ديت كلها تقريبا انجلش، لكن هتلاقي فوق على اليمين او في حته معينه كده اسمها create your own voice، تعمل فيه الفويس بتاعك. انا مش عارف انا بشرح كتير ليه، تعالى اوريك دوت هنا.
طيب هتفتح 11 لابس اوت، بس ديت البيج اللي انا بقولك عليها. هتلاقي هنا هيت تكست تو سبيتش، دوس عليها هنا اهوت، هتلاقي المسج اللي انت المفروض تكتبها، وهنا هتلاقي الفويسز اللي انت المفروض تختارها. يعني مثلا عندك سمارة اكس. Well, let's see. I think I'm best for ads, explainer videos, podcasts, social media. هنا هتسمع بريفيو للفويس بتقول لك ان هي احسن حاجه تستخدمها للبودكاست، للسوشيال ميديا، للادز زي ما هي قالت لسه دلوقتي. فهتلاقي شويه ديسكريبشنز، اسمع كل حاجه، شوف ايه اللي هيفيدك. وهتلاقي هنا الجنريتد، ودوت اللي انا عملته كان 20 years Egyptian girl for real estate، وديت اللي انتوا سمعتوها في الفيديو بتاع الانستجرام. Teamwork paints the sky with colors of unity. دي كان اللي كان موجود في الانستجرام يعني. ممكن تعمل الفويس بتاعك انت، هتروح على فويسز اهيت. لو انت عايز تعمل الفويس بتاعك انت هتلاقي create or clone a voice، او من هنا هتقدر تفلتر لو انت عايز صوت راجل ميل او فيميل، young middle age old، والاكسنت كمان هتبقى Egyptian، وهكذا. عيش حياتك وهتلاقي الفويسز موجودة تقدر تستخدمها. لو عملنا apply filter دلوقتي، مثلا لو انا عايز voices من Egypt، حمزة مثلا، هتلاقي حمزة، تعال نسمعه. بص يا سيدي، هتلاقي صوتي دايما معاك. عايز تسجل اعلان، تبعت رسالة، او حتى تعمل محتوى كده على السريع، كله جاي. ده مثلا example. هو في project اللي انا عملته ده ايه، هو في project اللي انا عملته ده، انا لو عملت واحد تاني يفضل اعمله راج ولا اكتب حاجة في السيستم مسج. طيب الراج دوت، انا بستخدم الراج لو هو مثلا اي كوميرس وفي برودكتس كتير جدا، ساعتها يفضل ان انت اكيد تستخدم الراج، يكون فايل PDF كبير في كل الانفورميشن بتاعت البرودكت، اسمه description، البرايس، والاولد برايس لو في اوفر، الURL بتاعه لو هو موجود جوه وورد، لو هو موجود جوه اي كوميرس ستور، الايمج URL، يبقى في كل حاجه كانه اكسل شيت كده. بعد كده بس اهم حاجه تعمله اكسبورت لPDF بالترتيب كده، وبعد كده هربطه بفيكتور ستور زي مثلا باينكون او سوبر بيز. لكن لو في اي كوميرس او اي بزنس عامه او ما عندوش معلومات كتير، لو تقدر تكفيها مثلا في 4 سطور بالكتير جدا في السيستم برومبت، ماشي مفيش مشكله، ده هيكون برضو مناسب جدا. بس كنت عايز اعرف ازاي لما اجي اتعامل مع كلاينت الامور بتتم ازاي. حقيقي كان شرحك حلو جدا، وفعلا فرف مع الواحد جدا، فرق مع الواحد جدا. انا بجد الكومنتس دي متعرفش بجد انا بحبها قد ايه، وببقى فرحان جدا ان انا قلت حاجه حد استوعبها او فادته فعلا. طيب التعامل مع الكلاينتس بيكون كالتالي. نفترض ان انت جبته، احنا عدينا من حته ان انت اقنعت الكلاينت بالسيرفيس بتاعتك، فهنتكلم في حته تانية دلوقتي. انت وريته الديمو وهو عجبه، فانت مش عارف دلوقتي تعمل ايه. خلاص بعد ما وريته الديمو هو خلاص تمام موافق معاك، الشخص دوت بيبقى مستني منك يعرف هو المفروض مطلوب منه ايه. طبعا ما ينفعش وانت بتقول له سعره تقول له بذبذبه او تحس ان انت قايل سعر كتير يعني عليه. لا انت وبعدين انت مش بتقول سعرك في الشات. اهم حاجه عشان دي غلطه كبيره جدا، ما تقولش سعرك في الشات خالص. حاول تكون في مكالمه او جوجل ميتنج مثلا، لانها هتبقى رخمه جدا لو هي في شات. هتدخل الشات وبعد ما خلص الديمو هتكلمه وتعرفوا ان انت مبسوط جدا ان الديمو دوت عجبه. وفعلا في ناس كتير جدا هتنبهر بالموضوع ده، لان الموضوع ده جديد، وخصوصا لو الاي ايجنت بتاعك بيتكلم مصري وبيفهم الفويسز وبيبعت صور وPDF وفيديوهات وبيفهم الفويسز التانية وهكذا، هينبهر جدا. فانت تقول له الاول انت مبسوط جدا ان هو عجبك كل دوت، وبعد كده تطلب منه اللي مطلوب منه، اللي هو مثلا احنا محتاجين ريلوي اكاونت، محتاجين 11 لابس مثلا اكاونت، محتاجين اوبن اي اي اكاونت، تعمل اكاونتس ديت وانا هكون معاك. ده كده بقى اسمه الانبوردنج، وانا هكون معاك وتعمل سبسكرايب فيها، او مثلا ده ب$7 وده مش عارف بكام، وانا السيت اب فيز بتاعتي مثلا 30 40 50 الف، وفي ريتينر 5000 جنيه. هو غالبا الناس دي مش هتعترض على الرقم بتاع 30 او 50 الف كسيت اب فيز، بس هي تستغرب جدا ليه في ريتينر 5000 جنيه او 10000 جنيه. طب هنا دي مهمتك ان انت تفهمه ليه ده في ريتينر. وفي ناس هتقولك ساعتها عايز حاجه مره واحده هيكلفني كام، او 50,000 مره واحده. ساعتها هنا هتقول له ان الايجنتس ديت، وده فعلا حقيقي، هي مش بترد بفلو معين دوت. ممكن انت في مستقبل قريب بتطور شغلك، بتضيف منتجات جديده عايز تضيفها في الراك دوت، بتغير برايسز. ممكن بعد كده في المستقبل نعمل انتجريشن بالCRM بتاعك، نعمل انتجريشن شركه الشحن بتاعتك، ممكن نعمل انتجريشن مثلا بالانفنتوري او المخزن بتاعك. في حاجات ابديتس في المستقبل هنعملها لك، والابديتس ديت هتكون شبه شهريه وانت هتبقى محتاجها. ما ينفعش اديك الايجنت دوت ويفضل ثابت زي ما هو، لان الايجنتس ديت اعتبرها موظف.
الموظف عندك بيبقى اول شهر غير تاني شهر غير تالت شهر غير رابع شهر، بيتطور مع الوقت. فاحنا مهمتنا هنا اللي احنا برضو بنطور الاي اي على حسب مود شغلك. فعشان كده بيكون في ريتينر قليل جدا 5000 او 10000. انت احسبها لو 3 مودريتورز او 3 شغالين تحت ايدك كل واحد 8 ساعات عشان توفر، عشان تخليهم يشتغلوا 24 ساعه، فهيكلفوكوا اكتر بكتير. فدي الفكره، ان الريتينرز ديت بتكون ابديتس هو محتاجها. بالنسبه لو السيت اب فيز بتاعته كبيره 50000 كتيره، فانت برضو بتقارنها انا عن نفسي بحب 50000 وبياخد شهر او شهرين مجانيين، مش هاخد منه ريتينر لحد مثلا 3 شهر هنبدا ناخد ريتينرز. يعني جس النبض الاول، وخصوصا النيتش اللي انا فيه بيحتاج ان انا اعمل كده. في نيتشز مثلا زي الاي كوميرس هاي ديماند، والناس ممكن تدفع لك الارقام ديت، بس طبعا على حسب، ما تختارليش حد لسه فاتح اي كوميرس من كام شهر وهيدفع لك الرقم دوت، مستحيل، راس ماله ما يسمحش. فانت بتختار الناس بتوعك بدقه، تختار النيش بتاعك بدقه، ما تروحش مثلا لحد اي كوميرس برضو بيبيع منتجات افريج 100 جنيه 200 جنيه وتخليه يشتري حاجه زي كده. لا، اختار نيش بتاع اي كوميرس عالي بيبيع مثلا افريج اللي بيبيع بيه المنتج الواحد فيه 3000 جنيه 4000 جنيه، بحيث ان انت تارجت ناس بتبيع في الشهر اكتر من 200 300 500 1000 500 الف جنيه في الشهر، عشان يعرفوا يقدموا لك حاجه زي، ياخدوا منك حاجه زي كده. فحاولت هنا اختصر حاجات كتيره جدا مهمه، طبعا انا ما قلتش كل حاجه، بس اتمنى يكون الموضوع مفيد. يعني هو الاي بي اي بتاع الواتساب بفلوس، ادي الفيديو. طب حبيب قلبي يا مروان، الاي بي اي بتاع الواتساب مش بفلوس، بس هي الفكره زي ما قلت في الاول، انت لازم محتاج ورق شركه لو انت هتخليه فيريفيكيشن، يعني هتخليه فيريفايد او تخليه يعني تبع ميتا. في طرق تانية illegal ومش اوفيشال، وهي فور فري عادي، بس محتاجه خبره تقنيه شويه في الكودينج. يعني الفرق بين النودز بتوع الميموري؟ طيب انا ما فهمتش السؤال ده قوي بصراحه يعني. طيب دلوقتي هنرد على الكومنتس بتاعه اليوتيوب. طيب هنا هسكرول داون في اليوتيوب ونشوف الكومنتس. ممكن تعمل فيديو عن prompt engineering؟ حاضر، هعمل فيديو عن prompt engineering. طيب عندنا حد هنا بيتابع نيكست رايف، وانا فعلا زي ما بيقول انا فعلا بتابع نيكست رايف، وهو بيقول ان هو كان عايز يدخل في البيزنس فيلد، وهنا شايف ان انا عندي خبره كويسه في الانتربرونور شيب، مش قد كده بصراحه يعني، بس فكان عايز توجيه. اول حاجه I appreciate كل اللي انت قلته ده بصراحه من اول الكومنت بتاعك. تاني حاجه هو انا كان عايز يعرف الفرق بين الساس B2B B2C، بس هو نسي يكتب سي هنا عشان هو كان عايز يدخل في المجال او الحته بتاعه البيزنس ديت شويه. الساس هنا معناها software as a service، او تعالى نشرحها على الوايت بورد ديت. عندنا هنا ساس وعندنا B2B B2C. جميل جدا. تعالى نشرح الساس. الساس دوت اسمه او اختصار ل software as a service. تعالى نبعدها كده شويه. software as a service دوت، انا عندي دلوقتي مثلا، انا كيوسف عندي software CRM مخصوص ليا، جبت مبرمج كتب لي الكود بتاع السوفت وير دوت عشان يكون عندي سوفت وير CRM بتاعي انا احط عليه مثلا الليدز بتوعي او حاجه زي كده. جه حاجه زي جو هاي ليفل قبل ما اكمل، فانا عندي السوفت وير دوت وبستخدم مثلا سوفت وير تاني كاستم علشان اتابع المخزن بتاع المنتجات بتاعتي، وواحد تالت مثلا اعمل عليه اونلاين ستور برضو كلهم كاستم بتوعنا. فجه حاجه مثلا زي جو هاي ليفل او GHL، ده مثلا ده سوفت وير بيديني السيرفيس بتاعته من غير ما ادفع مبالغ ديت طبعا، عشان انا اعمل الكاستم سولوشن او ان انا اجيب ويب سايت حاجه ان انا اعمل ابلكيشن لنفسي انا كCRM كاستم من اول جديد لاخره، مكلف جدا 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 فوق ما انت تتخيل يعني. فبدل ما ادفع مثلا $20,000 في ابلكيشن ليا انا، فجو هاي ليفل جت مثلا وعملت وفرت لي الCRM دوت بتاعي، وفرت لي ان انا ادير المخزون بتاعي بدل ما انا عندي برضو كاستم سوفت وير تاني، ووفرت لي الاونلاين ستور اللي انا هبيع عليه، التلاتة في ابلكيشن واحد اللي هو جو هاي ليفل، وعملتهم لي مثلا بالسعر رمزي جدا الا وهو $200 في الشهر. طبعا $200 جو هاي ليفل عامه بتبدا من $100 ولحد وفيها برضو بلان $300، يعني ايه يعني في قشطها وفي غاليه شويه يعني، بس عامه وفرت لي كل دوت بدل ما ادفع $20,000 مره واحده ولا حاجه، وفرتهم لي في سوفت وير واحد بدفع له ريتينر بس سبسكريبشن عشان ما تجزعش في الفلوس.
ومش بتقدمها لي لوحدي، بتقدمها لي لكذا حد. فديت انواع الساس ستارت ابس اللي هم بيعملوا ابلكيشن عامه، بيعملوا كاستم سولوشن، او بيعملوا ابلكيشن بيحل مشكله ما لكذا مستخدم بيواجه المشكله دي، وبيكون ليهم تارجت اودينس. يعني نفس الكلام على ابلكيشنز تانية كتير. يعني هو ابلكيشن بيخدم كذا يوزر وبيحل مشكله معينه، وبيوفر المبالغ الضخمه ديت في سبسكريبشن بسيط يعني. ومن ضمنها اللي هي الشات جي بي تيز رابرز، اللي هو بيعملوا مثلا ابلكيشن مصور الاكل دوت وهيقول لك الكالوريز والبروتين اللي فيه. دي فكره ابلكيشن في شاب اجنبي عملها عنده 18 سنه وعملت له over $1 million in this year. ف دي الستارت اب عامه، او الساس ستارت اب. طب كده عرفت ايه هي الساس. عندنا البي تو سي والبي تو بي. طب الاتنين دول شبه بعض شويه، البي تو سي والبي تو بي. هناخد البي تو بي الاول بعد كده البي تو سي. البي تو بي هو بيزنس تو بيزنس. لازم نعرف الاول ايه هو تعريف البيزنس عامه. البيزنس هو taking other people's money. يعني مش بالسوق دوت، بس اندرو تيت حرفيا عرفها كده، بس دوت يعني اسهل حاجه ممكن تقولها. بس هم مش هيديكوا الفلوس بتاعتهم الا لسبب ما، لازم انت بتقدم لهم قيمه او بتقدم لهم حاجه، والحاجه دي ممكن تكون خدمه او منتج. فهنا نفترض انا كيوسف ببيع بي تو بي دلوقتي، فانا عندي سيرفيس ومش بقدم خدمه، انا بقدم السيرفيس بتاعتي اللي هي الاي اي ايجنتس او الاي اي اوتوميشن او الاي اي انتجريشن عامه. طب انا ببيعها لمين؟ ببيعها برضو to other businesses. يعني مثلا ببيعها لاي كوميرس بزنس، مش بروح ابيعها مثلا لناس عاديه في الشارع او ناس عامه زي وزيك. لا، احنا بنبيعها ل other businesses. هبيعها مثلا لشركه، هبيعها لمصنع، هبيعها لبزنس برضو زي. طيب البي تو سي بقى هي نفس الفكره، لكن بزنس تو كونسيومر. والكونسيومر هنا هو المستهلك. بزنس تو كونسيومر ديت سهله جدا. بزنس زي انا يوسف ببيع مثلا شوفان، فانا ببيعه للناس اللي بتروح الجيم مثلا او الناس اللي بتعمل دايت، فهي ناس عاديه مش بزنس، هو شخص عادي. وده اختصار البزنس تو كونسيومر. فبس ده اختصار الاتنين دول وسهلين جدا مفهمش اي حاجه. انا بقى كيوسف اللي بيبيع الاي اي سيرفيس ديت، هختار ان انا ابيع لشخص بيزنس تو بيزنس، حد بيبيع لبيزنس تاني، ولا اختار ان انا ابيع الاي اي سيرفيس بتاعت ديت لبيزنس تو كونسيومر، حد بيعمل السيرفيس بتاعته او الخدمه بتاعته او البرودكت بتاعه بيبيعه لكونسيومرز عاديين. طبعا انا كيوسف انا بحب ان انا اكيد هختار البي تو بي، لانهم بيكون عندهم سيوله اضخم بكتير. البي تو سي مش احسن حاجه، زي ما انا قلت لك مثلا لو انت اخترت اي كوميرس ما تختارش مثلا بيبيع بيت فودز، مثلا بيبيع اكل حيوانات، لانه بديهي بيبيعوا الكونسيومرز، فراس ماله مش اكبر حاجه. الا مثلا لو انت بتتعامل مع اي كوميرس بس بيبيع لايتنج سيستمز زي اللي هي لوند او ليدات او الوول لامبس والحاجات ديت، ده بيكون في اكسبورتنج تيم، يعني بيتعاملوا مع مهندسين، بيتعاملوا مع شركات تشطيب، فبيدوا بكميات ضخمه يعني. فهي دي الفكره، انك تختار النيش بتاعك كويس يعني. اتمنى اكون يعني جاوبت عليه ببساطه يعني. هل بنحتاج بي سي امكانياته عاليه ولا يكفي لابتوب بسيط؟ اي حاجه في البدايه كويسه. طبعا الخطاب بيقول كلام صح فعلا، اي حاجه كويسه في الاول عادي يعني. مش لازم تروح تجيب اللابتوب اللي ب30,000 جنيه والكلام دوت، عادي جدا تجيب لابتوب في حدود 5000 جنيه 7000 جنيه 10000 جنيه اللي تقدر عليه. وفي نفس الوقت مش هقول لك لا يعني. اهم حاجه ما يكونش سيء جدا ولا جامد جدا، لان احنا مش بنشتغل جرافيك، احنا ناس عاديه بنستخدم فيجوالز عاديه، مش بنستخدم يعني هل ممكن ابدا بموبايل؟ لا طبعا، هو مش صعب، هو مستحيل عامه. عاش يا يوسف، شكرا جدا، كمل يا بطل، والله عاش، شكرا جدا ليكو، كمل يا كبير. thanks so much برضو على كل الكومنتس الحلوه ديت. طيب I believe there is more than these comments، بس مش عارف هم راحوا فين. بس كده اتمنى بجد يكون الفيديو جاوب على كل الاسئله اللي عندكم، والفيديو ده هيكون تقريبا شبه يومي. لو حد عنده اي سؤال او عنده اي مشكله بيواجهها ممكن يكتبها في الكومنتس بتاعه الفيديو دوت او اي فيديو تاني على اليوتيوب وانا هجاوب عليه. وبس، وشكرا لكم.